اليوم غادي نصاوب لي بريك ديال الكريفيت. خليكم معايا تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه غادي نبدا بها هي انا عندي مقله غادي ندير فيها الزيت وغادي نقلي فيها البصل ديالي. هنا عندي بصله واحده قطع مربعات غادي نقليها مزيان حتى كتدبل وكطيح. من بعد ما تقلات البصله ديالي مزيان غادي ندير الكرافيت او لي قمرون. غادي نقليه مزيان غادي ندير العطريه. اول حاجه غادي ندير بها هي الملحه، ندير تقريبا نص ملعقه صغيره ديال الملحه. عندي ربع ملعقه صغيره فلفل اسود او الابزار. عندي ثوم مجفف، عندي ملعقه صغيره ديال الثوم مجفف. وغادي نزيد ملعقه صغيره من التحميره اولا بابريكا اللي كتكون فومي، ممكن تستعملوا التحميره العاديه. صافي غادي نقلي الكريفيت ديالي حتى كيطيب مزيان وكيطلق داك الماء ديالو. من بعد غادي نجهدو عليه البوطه باش ينشف مزيان. بعد كيتقلى كندير الشعريه اللي درتها في الماء سخون وقطعتها. انا درت كميه قليله. كنضيف لاصوص الصوجا وكنحرك مزيان. هاي الحشوه دابا راه واجده، غادي نطفي عليها وغادي نخليها تبرد مزيان ونبدا نعمر لي سيجار ديالي. الحشوه ديالي ها هي، انا زدت عليها شويه ديال الفرماج، غادي نحركها باش الفرماج يذوب وصافي. غادي نبدا نعمر ورقات ديال البسطيله ديالي. انا دائما كنستعمل هاد النوعيه هادي. غادي نخليها وغادي نجبد القياس اللي غادي نحتاج. نبدا نحلل الوجبه. غادي ندوز نخدم ديريكت. فهنا غادي ندهنهم بالزيت غير شويه ما نكثروش. وغادي ناخذ ملعقه من الحشو بهذا الشكل هذا وغادي نطويها باش كالسيجار. غادي ندهنها غادي نعاود معكم واحده اخرى.
لا غادي نطفي. غادي ندهن، ناخذ ملعقة من الحشو وغادي نلفها على شكل سيجار عادي. ممكن انكم ديروهم حتى على شكل بريوات الا بغيتو. فانا هنا عندي ورقه شويه صغيره، الا جيت ندير البريوات غادي يجيو صغارين بزاف، فكنفضل انني نديرهم دي بريك. وغادي نستمر تنكمل هادشي كامل ونتلاقاو من بعد. فمن بعد ما ساليت لي سيكار ديالي عطاني هاد الكميه تقريبا، غادي ندخل الفرن مسخن على درجه حراره 180 لمده 30 دقيقه. لي بريك ديالي من بعد ما خرجوا من الفرن كيجيو لادين مقرمشين. انا هنا كنت يد كنتصور ما نقدرش نفتح وحده معكم، انما هما جاو مقرمشين. كنتمنى انكم تجربوا هاد الوصفه. الى فيديو اخر باذن الله.